محمد. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. اللهم صل على النبي. كده بعدنا اشترينا 3 فرخات بيض. ناس يعني بتطلعهم جيراننا وكده، كانوا عاملين دورة فراخ، فبعتنا جبنا من حدهم 3. اللهم صل على النبي. اوزانهم حلوة يعني الفرخة 3 كيلو الا ربع و2 كيلو ونص، اوزان حلو. والكيلو على 65 جنيه، لان التجار بره بيبيعوها ب75. فجبنا 3 فذبحتهم ونضفناهم تنظيفة حلوة كده نورانية اهمت زي الفل، بسم الله ما شاء الله. اهو دي رش عليهم ملح كده بقى، وبدعكهم بعد الغسيل والتظبيط بقى. بس لسه ايه، هنقعهم. الحلة اللي كانت معايا دي فيها مية، بحط فيها طماطمية وشوية سكر وشوية ملح وشوية دقيق. يا سلام بقى لو عندك طحينة وتحطي معلقة طحينة كمان، ما اقولكيش بقى على الطحينة. في تنظيف الطيور، في سمك، في حاجة تحط معلقة الطحينة دي، عسل عسل كده، متخليش ريحة زفارة ولا أي حاجة خالص. كده كانت الغسالة شغالة والست ووكا عمالة تعك فيها. هنا بقى كنت عملت ايه، محلول النقع اهوت اهو. شوية سكر، حوالي معلقة كبيرة سكر، وحفان ملح كبير، يعني أهم حاجة الملح. وشوية دقيق غلة، دقيق قمح، وطماطماي. لو عندي بقى طحينة كنت حطيت شوية، بس يلا ما عنديش. أو شوية جنزبيل من اللي هو البودرة، برضو جميل في الطيور، برضو في النقيع والكلام ده. كده بقى نقعتهم حوالي ساعتين اهو. نقعتهم بقى وطلعنا منهم للغدا. طلعنا حوالي فرخة وربع كده للغدا، والباقي ايه، عملتهم كيسين وحطيتهم في الفريزر على ما فراخنا تكبر شوية. لسه فراخنا صغيرة، قدامهم كمان أسبوعين على ما يتذبح منهم. هنا بقى كده كنت ايه، زي ما انتوا شايفين كده بقى، مظبطين ومنقوعين ومغسولين وقشطة كده قشطة. فحطيت حلة كده بشوية مية، وايه، سقطت بقى الفراخ بتاعتي. خليتها كده عسل كده. أهم حاجة النظافة في غسيل أي أكل بتعمليه، أي حاجة بتعمليها، لازم أهم حاجة فيها النظافة. لو ما نضفتهاش مش هتعرفي تاكليها. والله يا جماعة ما باكل حاجة عند أي حد خالص، ولا عصير ولا أي حاجة دوق عند لازم أكون عاملة الحاجة بإيدي كده ومقتنعة بيها وشايفة أنا عاملاها إزاي، وعارفة أنا عاملاها إزاي وغسلها إزاي وكده. هي نفسي بقى مش أكتر يعني. وربنا يهدلنا أنفسنا كلنا جميعا يا رب. هنا بقى كنت طبعا ولعت على الفرخة كده، وحطيت بقى طماطماية وبصلاية وهنحط بقى شوية ملح الوقت أما ألم الرغوة بتاعتها. واللهم صل على النبي، وشوية فلفل أسود وفصين حبهان. عايزه بقى اجيب ورق لوري واجيب عيدان قرفه، مش هدايا، هبقى ابعت للعطار اجيب شويه. نعمل بصلايه كده بقى للبطاطس، وبحط معاها شويه توم. وحطيت حته فلفل حاميه كده حمرا. لقيت قرن فلفل احمر حلو في التلاجة كده، خدت منه حته رميتها مع البطاطس. خلاها طعمه كده، واهي حطيتها لسه رمياها اهو. وبتخلي الطماطم حمرا كده وحلو. دي بقى التوم اللي انا بحطه دوت، شويه توم من البرطمان. تعملي كده البصله للبطاطس، وتحطي معاها شويه التوم دول، سن التوم كده في المعلقه. ما اقولكيش بقى على الطعم بتاعها، بتبقى حكايه. بألف هنا للي يشوف، وبألف هنا للي يدوق. كيس الطماطم مطلعاه من الفريزر يفك. لقيته كبير، رحت قسماه، خدت منه شويه في الطبق اللي على البوتاجاز دوت، وشويه تاني عينتهم، قلت ايه اللي طبخه تانية ولا حاجه تانية. لان يعني هو كتير على الطبقين البطاطس اللي انا عاملاهم. يعني مثلا هطبخ كيلو بطاطس، ده الكيس اللي انا عاملاه يطبخ 2 كيلو بطاطس. فكل شيء يعني بيبقى بالمعقول حلو يعني. شوف البوتاجاز مغسول ونضيف ازاي. اهم حاجه كده لسه بقول اهو، اهم حاجه عندك النظافه. النظافه ثم النظافه ثم النظافه. والله يا جماعة البوتاجاز دوت، لازم أول ما أصحى أعمل كوباية شاي للفطار الصبح، لازم أغسل البوتاجاز وأنا واقفة قبل أي حاجة. تلاقي كده وأنت واقفة كده، جايلك نفسي تطبخي، جايلك نفسي تشتغلي. معلقة وقعت منك على البوتاجاز غصب، حاجة حتة ح- أكل وقعت منك على البوتاجاز، هيجيلك نفسي تاخدها تاني كده. هنا بقى كده بنلم طبعا الرغوة بتاعة الفراخ. ده شيء أساسي، لازم تلم الرغوة عشان ما تزفرش لك الشوربة، وعشان ما تبقاش وتسودها كمان.
تخلي الشوربه بدا ورايقه كده بقى وزي الفل، وبعدين تحط الاضافات بقى اللي انت هتحطيها. تحط شويه فلفل اسود، تحط الحبهان بتاعك، تحط اللي انت عايزه تحطيه، وتظبطي الملح بتاعها وتهدي عليها وتسيبيها. الفراخ البيضاء ما بتاخدش ربع ساعه على النار يعني. انا كنت عايزه اعملها صينيه في البوتاجاز، فقلت بدل هما جايين طازه وكده، والله لا عاملاها طازه النهارده، طبخاها يعني وكده، مسويها بشوربه. حتى عملنا في الشوربه شويه لسان العصفور وشويه ملوخيه، طبق ملوخيه لاحمد ما بيحبش البطاطس. عملت له طبق ملوخيه صغير، وعملت لسان العصفور عشان هبه وياسين. وكان والله العظيم شويه شوربه بلسان العصفور بألف هنا. دي طبعا كده بقول لكم خلصت اهي، وطفيت عليها الفراخ. وده طبعا البطاطس برضه كنت طفيه وكده، كانت لسه بقول لكم البطاطس مستويه وجميله وزي العسل. كده بقى كانت رانيا لسه مولعه على الرز كده بقى. اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي، وما تنسونوش بقى باللايكات والتعليقات وقناه اوكا وايتن. واشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي، ومع الف سلام. مع الف سلامه للحبايب ومتابعيني وكل اللي بيسمعوني وبيشوفوني وبيعلقوا لي وبيشتركوا عندي. على راسي على راسي على راسي من فوق حبايب قلبي. ما هي القناه من غيركم ولا اي حاجه ولا لها اي لازمه. مع الف سلامه حبايب.